ألا يا حضرة الضابط تراني فاقد جوال، ولكن المصيبة بالشريحة ما هي باسمي، تراها باسم محي الدين وهو أصله من البنغال، وترحل من الدولة وأنا ولعت بي همي، وأنا ما همني الجوال ما همني رغم الغال، خزنت في الجوال ولكن ضاع به رقمي، وأنا كل ما ضربت الرقم يتعذر معي الإرسال، يقول انسى ولا تفكر ترى راحت على النشمي، جلست اتذكر رقمه ولي في الروح راس المال، ولا خمنت في رقمه يخيب الظن في علمي. ولكن يومنا الثاني لقيت هاتفي شغال من الفرحة وانا واقف يا سيدي نهار بي، جسمي كلمته ورحب بي نشدني قال له كيف الحال؟ قلت الحال متردي يزيد النوحة والغمي، ولو تسمح تكرم ردي لي ذا هاتفي النقال، ضيعته وضاع العقل دومه يا ولد عمي، وقاعد اسمع كلامي زينه تراني واحد محتال، قلت يفداد اسمي داخلها رقمه، ارسل يمي تراني مسيبه بالخاصه، لي بو مبسم قتال هذا كلي اسر روحي ودمه يجري بدمي، وانا احبه واحبه من زمن نبطي وحنا اطفال، وهو غايه مرام القلب وهو خلي وهو حلمي، ويا مانا علشانه نظمت الشعر بالموال، وتتراقص لوافي الشعر عيونها على نغمي، ولو تسمح لي يزيدك ببيت من الشعر بالحال، تدري لا طلع بالليل يغار البدر والنجمي، وقاعد اسمع ترى يكفي تهايط، جبت لي اشكال من هرجك ترى والله ما يتحملها عظمي، ترى ما يحب له شخص يحطه فوق راسها شال يحطه في سويد القلب لا في هاتفها مرمي، تراه الحب متبري من امثالك سبب الاهمال، حشا والله ولا تملك بسواق الهوى سهمي، قلت تكفى تفهمني يا سارق او من العذال، صك الخط دون اسمع جوابه جعلها السمي، والحين هي ضابطنا تصرف رد لي ما شاء، وهذه ترى قواله وهو متلبس الجرمي، وقالت له قبل ما السجنك وبيد الاغلال، ولا ودعك مشفى تعالج من بلا الوهم، وينك يا حبيبي حال دونك الانذال، لكن يا حساب هذه الشريحه ما هي اسمي. ألا يا حضرة الضابط تراني فاقد جوال، ولكن المصيبة بالشريحة ما هي باسمي، تراها باسم محي الدين وهو أصله من البنغال، وترحل من الدولة وأنا ولعت بي همي، وأنا ما